مش مرتاحة لحد في الكلية، هو ده عادي ولا كده المشكلة فيا أنا؟ بنسبة 90% المشكلة مش فيكي. ليه؟ لأن احنا لما بنخش الجامعة ونتعامل مع ناس، بنتعامل مع ناس كتير جدا من أماكن كتير جدا بأفكار مختلفة عننا. فاحنا لما بنيجي بندور على الناس اللي شبهنا، اللي ليهم نفس القيم والأفكار. فانت الموضوع بيبقى صعب، وفي أوقات المجتمع كله اللي حواليك بيكون عكس فكرك أو عكس تقاليدك. وانت في اوقات كتير ما بتبقاش قادر انك تغير الفكر ده او السلوك ده او القيم دي، لان هي مصدرها موثوق جدا بالنسبة لك، زي ان يكون مصدرها الدين او الاهل والعيلة. فانت هنا بتقف في مشكلة: قيمي ولا ابقى منتمى، ابقى شخص انكلودد او محتوى من اللي حواليا. ان انا عشان ده شعور انساني، على فكره شعور انساني ان انا ابقى منتمي لشله، ابقى منتمي لاصحاب. بس خد بالك، يعني حاول ان انت تتمسك بقيمك او تتمسك ان وحدتي احسن من ان انا ابقى يعني اتخلى عن قيمي لمجرد ان انا احس ان انا محتوى او ان انا خلاص منتمى لمجتمع معين. خد بالك. والمشكله ان في ناس بتبقى نظيفه قوي، يعني يعني مشكله ان في ناس بتبقى نظيفه قوي وحلوه قوي ومثاليه قوي. فالناس بتبدا ان هي تبص عليهم باستغراب: هو ده بجد؟ لا، هو انت شكلك مثالي وانت شكلك مش عارف ايه. ويلفظوه لمجرد انه شخص كويس. عارف انت اللي هو، يعني عارف ايه ده، انت مش شبه يعني. احنا كأننا مثلا وحشين، فواحد نضيف جه، او واحد يعني كأننا كلنا ريحتنا وحشه مثلا، وحد جه ريحته حلوه فنتضايق منه ونطرده عشان هو ريحته حلوه. انتوا فاهمين؟ لا، ما تحسيش بغربه او ما تحسيش ان ايه ده، ليه هما بيعملوا كده او ليه المجتمع حواليا كده. لا، طالما قيمك انت مؤمنه بيها وسلوكك وتفكيرك مصدرهم حاجات موثوقه زي الاهل والدين، تمسك بيها وطز في الناس.